السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة وبسيطة وهي الحمام الكذاب. يلا بينا نشوف العظمة دي هتتعمل ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا نشوف الوصفة. معانا هنا التتبيلة اللي هنتبل بيها وراك الفراخ، بولة كبيرة هنلم فيها كل المكونات اللي حواليها دي. معايا هنا طماطمايه وبصلايه و10 فصوص من الثوم وربع كوبايه من كل من الرايب والخل وعصرة نص ليمونه ومعلقه كبيره او معلقه صغيره من كزبره ناشفه ومعلقه صغيره من الملح وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنا بقى دي الوراك بتاعه الفرخه اللي انا خليتها، لازم الجلده بتكون كاسيه كل اللحم كده. هنا بقى العظمه اللي انا اكتشفتها بقى وانا بخلي الفرخه، الجناح بتاع الفرخه. اكتشفت ان الجناحين بتوع الفرخة ممكن ان احنا نخليهم زيهم زي الوراك ونحشيهم كمان بالرز او نحشيهم باي خلطة انتي حباها. يلا بينا نكمل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. هنجيب هنا الوركين بعد ما نعصرهم كويس قوي من المية اللي احنا غسلينها ومنقعينهم فيها، اللي هي مية وليمون ودقيق وسكر. هنعصرهم كويس قوي ونحطهم في التتبيلة هما والجناحين. ويلا بينا نشوف الرز هنعمله ازاي. هنجيب بصلايه كبيره هنقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلبها لحد ما تدبل كده في معلقه من السمنه البلدي او معلقه من الزبده مع معلقه من الزيت. دي فرافيت من اللحم كده كانت متبقيه مني وانا بعمل بخلي في الوراك. وارد يحصل معاكي كده، بتحطيهم عادي في البصلايه وبتعصجيهم معاه. هنزل هنا كمان بربع كيلو من اللحم المفروم، انا فرفتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. غيرت لونها، نزلت على طول بمعلقه من بهارات اللحمه ونص معلقه من القرفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت كمان بقرنين فلفل مقطعهم مكعبات وطماطمتين صغيرين كده برضو مقطعهم مكعبات، هشوح فيهم كام ثانيه كده. وهنزل كمان بربع معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح، برضو هشوح فيهم كام ثانيه. وبعدين هنزل عليهم بالرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقه سهله جدا يا بنات، والرز ده فظيع، طعمه جميل جدا وطريقته ولا اسهل وطعمه ولا اروع. الوصفه كلها على بعضها ما خدتش مني نص ساعه. هننزل بقى بعد ما شوحناهم كام ثانيه كده بالراحه خالص، هننزل بالصويا صوص. الصويا صوص دي بتجيبيها من عند العطار، في صويا صوص فاتح وفي صويا صوص غامق. انت هتجيبي الصويا صوص الغامق، هتنزلي عليها كده بحوالي ربع كوبايه من الصويا صوص وربع كوبايه من الميه. وطبعا قبل ما هننزل بربع كوبايه الميه هنشيل المقدار اللي احنا هنحشيه في الوراك. معلش الحركه دي راحت مني في التصوير، بس مش عارفه يعني ايه، انا قلت اقول لكم عليها. يبقى احنا قبل ما هنزود ربع كوبايه الميه هنشيل المقدار اللي احنا هنحشيه في الوراك، ونجيب حله بقى ونحط فيها مقدار من الميه، ننزل فيها بمعلقه من التتبيله اللي احنا حطينا فيها الوراك. انا نسيت اقول لكم ان احنا شلنا شويه من التتبيله في طبق، هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. يبقى بننزل بمعلقه من التتبيله في الميه، وننزل بشويه من اللوري وفصين حبهان وشريحتين بصل ومعلقه اللي انتوا شايفينها دي ملح بفلفل اسود. هنغطي عليها ونسيبها تغلي على ما نحشي الوراك. حشي الوراك ولا اروع ولا اسهل، الجميل طريقه جميله تعجبكم. احنا بنجيب ستريتش راب نفرده على صينيه او طبق مفرود كده، ونحط الاستريتش راب وننزل بالخلطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا قبل ما هنحشي الوراك بنعصرها جامد، ما بنخليش فيها اي حاجه خالص من التتبيله خالص، بنعصرها جامد ونفردها على الاستريتش راب وبعدين ننزل في الخلطه. بنحشيها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، طريقه سهله جدا اي حد ممكن يعملها، حتى انت لو لسه مبتدئه في المطبخ برضه هتعرفي تعمليها. حطينا المقدار اللي احنا هنحشي بيه كله، وبنلملم كده الجلد بالراحه، بنلملم اللحم وبعد كده بنكسيه بالجلد ونقمط جامد. ايوه، وبعدين نلف الاستريتش راب. الطريقه دي جميله جدا، انا جربت كذا طريقه، يعني عملت الخلطه بكذا طريقه، وعملت طريقه الحشوه نفسها والتسويه برضو بكذا طريقه، بس بصراحه دي افضل واسهل طريقه انا عملت بيها الحمام الكذاب واعتمدتها في كل العزومات.
طريقة جبارة بصراحة وسهلة، خطواتها بسيطة وفي نفس الوقت النتيجة ولا اروع. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هنا بقى انا عملت طبقة من الاسترتش راب، هنزل عليها كمان بطبقة من الاسترتش راب كنوع من الحرص الزايد يعني عشان ما تفكش، لان اهم حاجة القمطة اللي انت بتقمطيها للورك عشان اول ما تنزل في المية المغلية تتبصم على طول بالشكل اللي احنا عايزينه. طبعا انت ممكن تستغني عن الفويل الحراري، بس انا بصراحة برضو كنوع من الحرص حطيت الفويل الحراري، لكن انت لو ما عندكش فويل حراري كفاية اوي الاسترتش راب. اهم حاجة تقمطي اوي بالاسترتش راب. ده الورك التاني هنعمله بنفس الطريقة. اتمنى من حضراتكم انكم تجربوا الطريقة وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ايوه بنفس الاسلوب كده. يا ريت كمان وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. حابة جدا ان انا اعمل معاكم عيلة يعني يكون فيها ناس من كل الدنيا. احنا عملنا الورك كده زي ما انتوا شايفين، لفيناه بطبقتين من الاسترتش راب وبعدين حطيت عليه طبقة من الفويل بنفس الاسلوب كده. هنا بقى الاكتشاف بتاع الفيديو، الجناحين بتوع الفرخة. وطبعا انا مش بقول اكتشاف على ان هما جناحين، اكتشاف لان انتي ممكن تروحي للفرارجي وتشتري منه 2 كيلو 3 كيلو على حسب انتي ما انتي محتاجة من الاجنحة بتاعت الفراخ وتخليهم. وطبعا لو انتم محتاجين فيديو لخلي الاجنحه ما عنديش مشكله، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو مخصوص لخلي الاجنحه. بتشتري 2 كيلو 3 كيلو وبتعملي لهم الخلطه اللي انت مرتاحه فيها او الخلطه اللي انت حباها، ممكن تعمليها بنفس الخلطه اللي انا بعمل بيها دي وبتبقى جميله جدا. انا ما اكتشفتش ان هي كويسه غير بعد ما استوت حسيت ان هي مديه على منبار فاطلقت عليها منبار الكذاب. طبعا جات لي فكره ان ممكن الواحد يعمل طبخه كامله او صنف من ضمن اصناف العزومة، يعمل 2 كيلو 3 كيلو زي ما قلت لكم من الاجنحة بتاعة الفراخ ويسميها الممبار الكذاب. صنف شيك جدا في العزومات وفي نفس الوقت موفر وطعمه حلو. هنا بقى المية غليت، هنزل فيها بالحمام الكذاب وهنزل فيها بالممبار الكذاب. والفيديو النهاردة يا جماعة فيه كل حاجة كذابة، فاحنا هنحاول ان احنا يعني نعلمهم الادب ان احنا نغليهم في المية. شايفين بقى شكل الممبار وهو نازل. بصراحة فكرة الأجنحة دي جميلة والله بجد جميلة. يعني في ناس بتعمل صينية أجنحة بالطماطم بالبصل، لا في بقى صنف زيادة ممكن تعملي أجنحة الدجاج محشية بيبقى شكلها جميل ولا أروع وطعمها خيال. طريقة بسيطة وسهلة ومش مكلفة. هنا بقى ده طبق التتبيلة اللي أنا كنت شيلته على جنب، هضيف له معلقة من الزيت وهقلبها كده مع التتبيلة وهغلف بيها هدهن بيها بقى الوراك والممبار. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وما اكونش متقلة على حد فيكم يا رب. الفيديو يعجبكم والطريقة نفسها تعجبكم وما اكونش يعني مصعبة عليكم الامور. يعني يا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة وتحسوا معايا ان كل حاجة بسيطة وسهلة، لان فعلا بجد كل حاجة في المطبخ بسيطة وسهلة، مفيش حاجة صعبة. يعني اهم حاجة ان انت تحبي اللي انت بتعمليه وكل حاجة بسيطة جدا بهدوء وبالراحة كل حاجة بتتحل. هنا انا جبت فحماية هحطها على النار وادخل الصينية الفرن، واثناء ما الوراك بتتحمر تكون الفحماية بتولع على النار. هنا الفحماية ولعت، هطفيها بنقطة من الزيت واغطي الصينية عشان الوراك تشرب من الدخانة. الحركة دي ممكن تكرريها 2 و3، كل ما الفحماية تطفي تولعيها تاني، كل ما الفحماية تطفي تولعيها تاني. بيفرق جدا طعم الفحم في الخلطة. طريقة جميلة جميلة جميلة، ممكن تقدمها بالطريقة اللي تعجبك، بس انا بصراحة قدمت بالحاجات المتوفرة عندي. يا رب الطريقة تعجبكم. وده طبعا الممبار. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ارجوكم اللايك والاشتراك في القناة
ارجوكم اللايك والاشتراك في القناة وتعليق، يعني تعليق كويس كده من حضراتكم تقولوا لي فيه ايه رأيكم في الوصفة. ولو في اي حد عنده اي سؤال او محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.